اسمعوا فيديو للآخر عشان تعرفوا كل تفاصيل طرد سلوى الموميكا من السويد. السويد تطرد العراق سلوى الموميكا الذي أحرق المصحف. اليوم الخميس بتاريخ 26/10/2023 أعلنت وكالة الهجرة السعودية بطرد العراقي سلوى الموميكا الذي أحرق كتاب الله في الأشهر اللي فاتت. بس فقررت وكالة الهجرة إنها تطرد الشخص ده من السويد، وده نتيجة تعقيدات تنفيذ القرار منحته تصريح إقامة محدودة بتبدأ من 25 أكتوبر 2023 بتنتهي 16 أبريل 2024. وكان يا جماعة سلوى الموميكا يبحث عن اللجوء والجنسية، ولكن دائرة الهجرة أمرت قبل قليل بإيقاف تجديد إقامته وطرده من البلاد. فأنا يا جماعة من رأيي إن طبعا السويد اتخذت قرار صح ضد الشخص الملعون ده الذي طبعا أحرق المصحف الشريف، بس فبإذن الله ربنا ياخده. بس كده يا جماعة بكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة عن السويد تطرد العراقي سلوى الموميكا الذي أحرق المصحف. يا ريت يا جماعة متنسوش لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.